بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل سندوتش بانيه الدجاج بالبطاطس بكل تفاصيله. مشروع للي حابب يعمله. المقادير معايا بنجيب ادي عبوة من بانيه الدجاج. طبعا دي على الآلية على طول. العبوة ديت فيها حوالي عن 20 قطعة، وتمنها حوالي عن 60 جنيه. بتتباع بره ب60 جنيه، بتكون مفرزة. بنفكها من بعض كده، بتتقدم مع بطاطس مقلية وبهار الشرق الأقصى وملح. هنشوف الطريقة على زيت على طول. الزيت طبعا زي ما كل مرة بنقول دي زيت اسمه زيت أولين. أول ما نحطها في الزيت وتاخد اللون الذهبي ده بنطلعها بره الصفة، وعلى طول البطاطس من الفريزر على الزيت. الزيت يكون سخن وغزير، طبعا لازم حاجة سخن، الزيت يكون غزير. ويدوب دقيقة على طول بنطلع البطاطس، ما نطولش عليها في النار عشان ما تنشفش مننا. يدوب تقليبتين كده ونصفيها من الزيت ونخرجها من الزيت. والبانيه بيكون طبعا مقلي. طريقة سهلة جدا. نخرج البطاطس من الزيت. زي ما قلنا دي بطاطس بتكون نص آلية، بتنباع نص آلية. العبوة منها 2 كيلو ونص، ب95 جنيه. ادي البانيه والبطاطس بعد ما اتصفوا من الزيت خالص. بنجيب على طول مكونات معايا برجر، قصدي بانيه. وادي البطاطس اهيت. اول حاجه بنجيب بطاطس ونعمل سندوتش زي المركب كده، ونحشي بطاطس طبعا ساده، على طول برشه ملح الجميله بتاعتنا، ورشه بهار الاقصى. بهارات الاقصى دي بتنباع عند اي عطار. ونيجي على البانيه بعد ما قليناه بنقطعه شرايح كده عشان نزين بيه السندوتش، ونرصه بالطول كده زي ستريبس الدجاج كده، وبيتقدم مع كاتشب. وده بيتباع ب20 جنيه أو 25 جنيه. ودي أفكار إن شاء الله للي حابب يعمل مشروع. إن شاء الله ديت حاجة مكسبها 100%. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.